كده تاني مرة صورت ونسيت اضغط على زرار التصوير، فاللي هو الحلقة دي كانت المفروض تنزل من 5 سنين، واقدر اقول ان هي حرفيا بأهمية الكورس كله، لدرجة ان انا بفكر اطلق عليها الحلقة الاعظم في تاريخ القناة. يعني بالمعنى الحرفي انا قعدت شهر كامل بحاول افنش الحلقة دي، وده طبعا كتير جدا يعني. بس زي ما قلت، لان فيها خبرات وفيها معلومات كتيرة بنفس المعلومات التكنيكال بالظبط اللي اتشرحت خلال ال60 حلقة اللي فاتوا. انا بقالي سنين كتيرة بتعلم الهاكينج، وكل يوم بتعلم تكنيك جديد وطريقة جديدة، تول مختلفة، تلعب سي تي افس، تخش بطولات. لكن في الاول والاخر ده كله علشان الحلقة دي، عشان احط الخبرات دي كلها في هيئة تقرير اسلمه، وده اللي بيبين شغلك في الاخر. وانا متأكد ان في ناس كتير منكم تكنيكال شاطرة جدا، لكن بعد ما تسمع الحلقة دي وتفهمها كويس هتكون شخص قادر ان هو يتعامل بثقة واحترافية في بيئة العمل في مجال السايبر سيكيورتي ده. ليه هي للدرجة دي مهمة؟ زي ما قلت لك، هي هتجمع كل خبراتك التكنيكال اللي اتعلمتها في السنين اللي فاتت دي وتقدمه في هيئة منتج احترافي للعميل يبين مدى شطارتك وتاخد عليه فلوس. وكمان هعرفك بعض الأخطاء اللي ممكن تقع فيها في بيئة العمل علشان تتجنبها وما تلبسش في الحيط. لأن زي ما في تكنيكال ايشوز او في مشاكل تقنية بتقابلك وانت بتشتغل، اكيد في مشاكل غير تقنية هتقابلك وانت بتشتغل، ودي ما اعتقدش ان في ناس كتير بتعلمها لك يعني. فموضوع الدوكيومنتيشن والريبورتينج ده من اهم المهارات لاي حد شغال في مجال الانفوسيك او الاي تي بشكل عام. لان زي ما قلت، ممكن تبقى انت كويس جدا في الحتة التكنيكال وشاطر مفيش منك اتنين، لكن لو معرفتش في الاخر توصل المعلومات التكنيكال دي ومهاراتك في هيئة تقرير منظم وواضح، فالفكرة مش هتوصل اللي انت حابب توصلها، وده هيقلل من قيمة الشغل اللي انت عملته، سواء في نظر العميل اللي انت بتعمله التيست ده او في تقييمك المهني بشكل عام في الشركة اللي انت شغال فيها. واحب اوضح لك ان كتابة التقارير بتاعة البين تيستنج مختلفة تماما عن الرايت ابس اللي انت بتقرأها مثلا لهاك ذا بوكس او مثلا هاكر وان. هو مختلفة بشكل كبير، فما تعملش سكيب للنقطة دي على اساس انك اوريدي بتكتب رايت ابس وانت بالفعل قرأت رايت ابس كتير. لا، هي بصراحة مختلفة تماما، وهتبان لك خلال اللي انا هعمله ده. موضوع كتابة التقارير ما فيهوش الاكشن بقى بتاع البين تيستنج نفسه والهانتنج، لكن هو بدونه كل الاكشن اللي حصل ده ملوش اي قيمة. هتوصله في فكرة ازاي؟ فانا عندي مصطلحين اتنين هشرحهم لك طول الحلقة دي. الاول هو الدوكيومنتيشن، وده بكل بساطة طول ما انا شغال باخد نوتس بشكل منظم لكل امر، لكل اوتبوت، لكل تول اشتغلت عليها واستخدمتها، كل حاجة حرفيا ازاي تاخدها بشكل منظم. وبعد ما نخلص من الدوكيومنتيشن خالص نبدأ ان احنا نبص على الريبورت نفسه اللي هيتسلم للعميل. ده المنتج النهائي واللي بعمله من المعلومات اللي اخدتها في مرحلة الدوكيومنتيشن. يعني في الدوكيومنتيشن باخد كل حاجة قدامي، وفي الريبورتنج ببدأ اشوف الحاجات المهمة وارصها بشكل معين. ده يعتبر ملخص الفكرة كلها. والاتنين دول زي ما قلت من اهم السوفت سكيلز اللي لازم تبقى عندك كهاكر او كسكيورتي انجينير بشكل عام، لانه بدونهم مجهودك بالكامل مش هتعرف توصله صح. ده غير ان حتى لو بصيت على واحد زي مستر روبوت هتلاقي انه مهما كان شخص انطوائي لازم يكون عنده بعض من السوفت سكيلز، سواء في كتابة تقرير او انه يتعامل حتى مع الناس ويتكلم معاهم بشكل بروفيشنال. وعشان اديك مثال شخصي حصل معانا مؤخرا، شهادة السي دبليو اي اي اللي انا حصلت عليها الفترة اللي فاتت دي كانوا رافضين ان هم يدوها لي علشان التقرير كان ناقصه سطر غير تكنيكال اصلا، حته كده ملهاش علاقه لا بالتولز ولا بالادوات ولا باي حاجه خالص. فعشان اوريك قد ايه الموضوع ده فعلا بيفرق وهو مهم، في الحلقه دي هنتكلم على ازاي ننظم موضوع اخذ الملاحظات اثناء عمليه البين تيستنج، ايه هي مكونات البين تيستنج ريبورت، ازاي اكتب تقرير البين تيستنج ده بالتفصيل، واخيرا بعض التيبس والتريكس ان هي تظبط لك الريبورت بتاعك وتخلي شكله افضل. فيلا نبدا. اول حاجه لازم تاخد بالك منها ان التقرير البين تيستنج ده بيقيم حاله الشركه من ناحيه السكيورتي في فتره زمنيه. لازم ابقى معرف ان الاختبار ده حصل من مثلا تاريخ 1/8/2025 لحد مثلا 1/9/2025. فترة ال30 يوم دي كان بيحصل فيها التيستنج، فأي تغييرات أو أي مشاكل أو بجز أو ثغرات هتظهر ناتجة عن تعديل عمله الكاستمر بعد المدة دي أنا ماليش دعوة بيها، ودي غير مشمولة في التقرير. لازم يبقى ده واضح بالتواريخ.
فالتقرير عبارة عن حاجة زي سناب شوت، لقطة زمنية كده، في أي أسيت أو ثغرات خارج النطاق الزمني ده احنا زي ما قلت ملناش دعوة بيه. ولازم عملية البين تيستنج تبقى محددة بالضبط، هل هي مثلا ريد تيمينج، ويب ابلكيشن بين تيستنج، ولا نتورك بين تيستنج، ولا شكلها ايه بالظبط، ومين الاشخاص اسماء البين تيسترز اللي هيشتغلوا على المشروع ده من التيم بتاعك، وتحددوا الاي بيز اللي انتوا هتستخدموها علشان مثلا تتحط في حاجه زي وايت ليست، بحيث ان الشركه تبقى عارفه ان الاي بيز دي في الفتره الزمنيه دي اوريدي بيعملوا بين تيستنج، فلو ظهر عندهم اي اليرتس او اي مشاكل يبقوا عارفين ان بالفعل في ناس شغاله. وهل البين تيستنج ده هيبقى انترنال فانت محتاج تروح المكان الشركه بنفسك، ولا هيدوك في بي ان اكسس تخش من عليه، ولا هيبقى بين تيستنج للبابليك اسيتس او مثلا حاجه زي الكلاود؟ والاهم من ده كله بقى هي فكره السكوب، ايه الاسيتس اللي احنا هنشتغل عليها، ايه الاي بيز، الدومينز، السب دومينز اللي احنا هنعمل لها تيست. لازم تبقى محدده ومتراجعه اكتر من مره بينك وبين الكلاينت. طيب هو مفيش حاجه اسمها تقرير واحد هينفع لكل السيناريوهات، يعني انا مفيش تمبلت كده هديها لك اقول لك خد دي واملى مكانها بقى ايه الفايندنجز والحاجات بتاعتك، مفيش الكلام ده. لكن في مبادئ اساسيه تمشي عليها عشان تنجح في العمل المطلوب منك، وانا بقى هعرض لك الاساليب دي والبرامج اللي ممكن تستخدمها وتساعدك ازاي تاخد ملاحظات وتنظم الايفيدنس بتاعتك والادله، البرامج والادوات والاوتبوتس، لحد كتابه اكزيكيوتيف سامري للموضوع للناس الغير تكنيكال بحيث انها تقرا التقرير، واخيرا توثق كل الاتاك تشين بتاعتك بدات منين وانتهيت فين، وكمان الفايندنجز او الباجز. طيب تعالوا نشوف بقى الدنيا دي كلها بتحصل ازاي. ليه فكره الدوكيومنتيشن مهمه؟ يعني ليه لازم اعمل دوكيومنتيشن الاول وبعدين انقل كلمات ومواضيع من الدوكيومنتيشن ده واروح احطها في اي ريبورت؟ ليه ما اكتبش ريبورت من الاول؟ يعني اخلص عادي البين تيستنج بتاعي وارجع اشوف بقى ايه الحاجات اللي انا طلعتها وارصها في البين تيستنج ريبورت الخاص بيا. احيانا كتيره واحنا شغالين الفي ام اللي احنا شغالين عليها دي احيانا بيحصل لها زي فريز مره واحده كده، تلاقي الكالي وقف ما عادش بيتحرك، او انه مثلا تلاقيها ما عادش راضيه تفتح اصلا، او بالغلط حتى تقفل مثلا التيرمينال فكل الهيستوري بتاعها راح. فتخيل معايا تبقى شغال على بروجكت شهر كامل وخلاص جيت في الاخر كده لقيت مره واحده الفي ام بتاعتك باظت، فكل السكرين شوتس حتى اللي انت اخدتها وكل التيرمينال سيشن دي كلها اختفت. فيعني انت ممكن تترفد فيها بصراحه. يعني حل زي ده بكل بساطه ممكن تعمل زي شيرد ستورج بحيث انه تعين عليه الملفات، واي شغل بتعمله اوتوماتيك يحصل له زي سينك او يترفع في الشير ستورج ده ليك وللتيم بتاعك. ده غير ان فريق الاي تي اللي انت بتعمل لهم تيست احيانا بيبقوا عدائيين بشكل كبير، فلو قالك مثلا والله ده انت التست بتاعك وقع علينا النتورك، لا ترجع للدوكيومنتيشن يا باشا تقول لهم ان انا بستخدم البيست براكتسز، او ان انا والله السكان بتاعي ما كانش اجريسيف خالص، سكان عادي او لايت كمان، وان الاي بيز دي بالفعل من ضمن السكوب بتاعنا. في اي سيناريو او اي شيء ممكن يحصل اثناء عمليه البين تيستنج الدوكيومنتيشن ده هو اللي هيحفظ حقك وسمعه الفريق اللي معاك. فازاي ابدا اخد نوتس طول ما انا شغال؟ زي ما قلت لك النوت تيكينج او عمليه اخذ الملاحظات دي مهمه في اي اسسمنت هتعمله، ودي بتبقى عباره عن الاوتبوت بتاع التولز واللوجز بتاعتك طول ما انت شغال، ودي اللي بنبني منها التقرير الاخير اللي بنسلمه للعميل. لكن لو جه العميل مثلا في نص الشغل قال لك هل انت مثلا عملت سكان على الاي بي الفلاني في التاريخ الفلاني، فساعتها تبدا ترجع للنوتس بتاعتك والاوتبوتس واللوجز، والله ده انا فعلا عملت سكان او ما عملتش سكان، بحيث انك تفولو اب معاه. وعشان كده كتابة تفاصيل بزيادة مش هتضرك، وفي النهاية احنا بنلخصها وبنديها في هيئة ريبورت. طب ازاي اكتب بقى واخد النوتس دي؟ زي ما قلت لك ان مفيش فورمة واحدة بنمشي عليها، كل تيستر وليه الاسلوب الخاص بيه، لكن انا هوريك الفورمولا اللي انا بتبعها وتعدلها طبعا حسب المشروع اللي انت شغال عليه وبيئة العمل اللي انت بتعمل لها تيست، لان بعض الحاجات اللي انا ببقى راصصها مثلا مش هتكون مناسبة للتيست اللي انت هتعمله، وبعض الحاجات اللي انت هتشتغل عليها مش هتبقى موجودة اصلا في الفورم اللي انا هبعتها لك، فلازم طبعا تعدله حسب السيناريو اللي انت فيه. انا بقسم الملاحظات بتاعتي لاجزاء. اول جزء هو الاتاك باث او الهاكينج بتاعي من الاول للاخر، من اول الفوت هولد للاخر خالص، بحاول اوثق المسار بالتفصيل عن طريق سكرين شوتس باخدها.
بدأت بالسكان، ثم السكان لقيت والله في شير مفتوح، بعدين دخلت على الانترنال نتورك، ايا يكن بقى ايه السيناريو اللي انت مشيت بيه. ده لازم يتوثق خطوة بخطوة وبحطه في فايل لوحده. عندي بعد كده جزء تاني خاص بالكريدنشالز او اللي هي الباسورد. اي باسوردز او يوزر نيم بلاقيها طول ما انا شغال بحفظها في المجلد ده. API keys token secrets password زي ما قلت لك، او حتى هاشز حطها في الفايل ده لوحدها. وعندك جزء الفايندنج اللي هي بقى الثغرات بقى. يعني انا مشيت خلال خطوات طويله لحد ما لقيت الثغره دي، فابدا اعمل فولدر كده لوحده خاص بحته الفايندنجز، وداخل الفايندنجز دي ارصها برضو فولدرز تانية كل فايند لوحدها او حسب السيفيريتي والخطوره بتاعته. سكرين شوت للفايندنج دي لقيتها ازاي، والكوماندز اللي استخدمتها علشان الاقي الثغره دي بتتحط كلها في المكان ده. وعندي مثلا فولدر تاني للفولنربيلتي سكان ريزلت، لان طول ما انا شغال بايدي بعمل بين تيستنج بايدي بيبقى في الاغلب تول او اتنين بيعملوا فولنربيلتي سكان او فحص الثغرات في الخلفيه، حاجات مثلا زي نيساس، بيرب سكانر، نيوكيل اي، او على حسب التول اللي انت بتستخدمها. فالاوتبوت بتاع التولز دي برضه بحطه في مكان لوحده. والنتورك واي حاجه خاصه بالسيرفيسز بحطها في مكان برضه لوحده. في الاغلب بيبقى زي الاوتبوت بتاع السكان الان ماب وباقي التولز اللي بتتعامل مع النتورك سيرفيسز، اس ام بي، اس ام تي بي، اف تي بي، اس اس اتش، الحاجات دي كلها. وفولدر طبعا خاص بالويب، ما عندناش غير حاجتين، هو الويب والنتورك على حسب معظم السكوبس يعني. لو عندك موبايل ابلكيشن فبرضه بتحط فولدر او فايل خاص بالموبايل ابلكيشن. ولو انت شغلك في جزئيه اكتيف دايركتوري فبرضه بعمل فايل خاص بالاكتيف دايركتوري، وبدايه من جزء الانيميريشن والفايندنجز بتاعت الاكتيف دايركتوري برضه بحطها في المكان ده، لانه بحر كبير ومحتاج فعلا مكان لوحده. عندك فايل تاني مثلا للاوسنت اللي هي الاوبن سورس انتليجنس، اي بيانات جمعتها مثلا من تسريبات بره باستخدام التولز مختلفه عن طريق الريكون بحطها في الفايل ده. واخر فايلين عندي ممكن احطهم في السياق ده، واحد خاص باللوجز، ودي بمعنى اصح ايه، مثلا انا هوريك لسه قدام ازاي تاخد لوج لكل حاجه بتحصل، اي امر حطيته في التيرمينال والاوتبوت بتاعه اوتوماتيك يتحط في لوج فايل. فبعمل فولدر خاص باللوجز، اي حاجه اوتوماتيك بتروح على هناك. واي بيلود انا انشاته لايك فاينل بيلود وارفعه على سيرفر بتاع العميل او الكلاينت بتاعي برضه بحطه في مكان في اللوجز لوحده، لان في الاخر هبلغه اقول له ان الحاجات دي اترفعت على سيرفرك، فبقى بقى يمسحها او يشوف هو يعمل فيها ايه. واخر فولدر معايا هو النون تكنيكال، وده اللي بحط فيه بكل بساطه زي السكوب اوف ورك، رول اوف انجيجمنت، اي ملف او بي دي اف له علاقه بالشغل بتاعي بحطه في الفولدر ده. يبقى انا مثلا عندي مشروع كبير وليكن هسميه تسلا، وتحتيه كل السب فايلز والفايلز دي كلها، وتقدر تكتب يعني سكريبت تافه كده بالباش ينشئ لك الدايركتوريز دي كلها بكبسة زر. الموضوع مش حوار يعني. وفي بداية كل انجيجمنت نفس السكريبت تشغله برضه هينشئ لك الحاجات دي. وما تنساش في الاخر يبقى عندك زي سينك او باك اب للشغل ده بشكل دوري، بحيث انه لا قدر الله لو حصل اي حاجة يبقى عندك نسخ احتياطي منه. طيب بالنسبة للبرامج الأساسية اللي استخدمها أثناء النوت تيكينج دي وتدوين الملاحظات بتاعتي ايه هما؟ البرامج والأدوات كتيرة بصراحة، وكل واحد على حسب هو يرتاح لإيه، لكن بشكل عام انت ممكن تستخدم حاجة زي مثلا اوبسيديان، ده بصراحة ماي فيفورت، وبستخدم بجواره مثلا حاجة زي سبلايم تكست للأكواد، أو حتى فيجوال ستوديو كود وبعض البلجنز معاه برضو بتسهل عليك الدنيا. لكن اوبسيديان ممكن يحل لك كل حاجة لوحده. وموضوع اختيارك للتولز بيعتمد برضو على حسب المشروع اللي انت شغال عليه. هديك مثال، في بعض التولز اي حاجة هتحطها عليها فهي بتترفع على الكلاود، حاجة مثلا زي جوجل دوكيمنت، واعتقد نوشن برضو. وفي كلاينتس هيبقى بالنسبة لها صعب ان الداتا بتاعتها تترفع على الكلاود، بالعكس ده ممكن يقاضوا الشركة اللي انت شغال فيها بتاعة البين تيستنج لو عملت حاجة زي كده. وممكن تبقى انت اصلا في انترنال نتورك ومفيش انترنت، فلازم تستخدم نوت تيكينج اب يكون لوكال. فالحل بقى للموضوع ده كله هو اوبسيديان، هو بقى بيعمل ميكس ما بين الاثنين. عايز كلاود ممكن تسينك على الكلاود، وعايز برضه لوكال هو شغال اوريدي لوكال يعني لويندوز وماك ولينكس. فانت جرب وشوف اللي يناسبك وابدا اتعامل معاه. طيب موضوع اللوجينج اللي انا اتكلمت عليه ده اعمله ازاي؟ زي ما قلت لك مهم ان كل عمليات الاسكان والاتاكس اللي انت عملتها يتم تسجيلها في الرو فورمات بتاعتها زي ما هي بالظبط، وده هيسهل عليك كتابة التقرير بعدين.
بحيث انك لو نسيت اي حاجة ممكن ترجع لللوجز اللي بناء عليها اخدت القرارات دي. هيساعدك في كتابة التقرير او حتى لو الكلاينت سألك في اي سؤال. فانا على مستوى الشخصي بستخدم تيرمينال اسمها تيماكس، ودي انا بصراحة بفكر اعمل لها حلقة لوحدها لانها يعني زي مشروع كبير ومهم جدا في فكرة البين تيستنج دي. ابسط الحاجات مثلا لتيماكس دي ممكن تعملها انه لو انت اخدت فول اكسس او اخدت سيشن على جهاز معين او مشغل سكريبت او كونكشن وعايزه يفضل شغال معاك، تيمكس ممكن لو قفلت ورجعت فتحتها مرة تانية هتلاقي الاتصال لسه موجود، عكس التيرمينال العادية. مجرد لو السيشن اتقفل بالغلط او التيرمينال نفسها قفلت الكونكشن بتاعك راح. فمع تيمكس في زي بلوجن او اضافة تقدر تشغلها، ودي بكل بساطة اي امر اتكتب واي اوتبوت هيطلع بناء على الامر ده اوتوماتيك بيتحفظ في لوج فايل. وهو ده اللي احنا عايزينه، لانه حتى مش بس الاوامر اللي اشتغلت صح هتاخد الاوتبوت بتاعها او تحفظه، ده كمان حتى الاوامر اللي ما اشتغلتش. يعني انا مثلا لو انا جربت اعمل اكسبلويت على السيرفيس دي وما اشتغلتش معايا، برضو ده هيتحفظ في اللوج بتاع التول او التيرمينال في وضعنا اللي احنا بنتكلم عليه. فحتى لو انت مثلا في نهاية الانجيجمنت اكتشفت انه مفيش فايندنجز كتيرة او ما لقيتش ثغرات كتيرة، فانت حتى الثغرات الانكمبليت او الغير مكتملة ممكن برضو تذكرها بشكل ان هو احنا فعلا دورنا في الحتة دي ودي ودي، دي بعض الثغرات اللي احنا لقيناها لكن غير قابلة للاكسبلويتيشن. فده برضو بيديك نوعا من المصداقية في حال انه تم التشكيك في شغلكم ان انتوا اصلا ما اشتغلتوش يعني. طيب لو اشتغلت لازم تاخد بالك من الارتيفاكتس اللي انت بتسيبها وراك او بواقي الادوات الهاكينج اللي انت بتسيبها وراك. زي ايه مثلا؟ لو انا اخترقت هوست معين فلازم ابدا اسجل الوقت اللي استخدمت فيه البيلود على السيرفر ده، الاي بي بتاع السيرفر اللي انا استهدفته. لو رفعت شيل او بيلود او ملف معين على السيرفر لازم تبقى مسجل المسار اللي انت رفعته عليه، وهل لما خلصت حذفته ولا الكلاينت محتاج انه يحذف الفايل ده او الملف ده. واخيرا يستحسن انك تحسب الهاش بتاع الفايل بحيث ان الكلاينت يدور عليهم بسرعة لو استخدمت اكتر من حاجة. وبرضه حتى لو مسحت اي ويب بيلود او شيل لازم تذكر ده للعميل بحيث انه ياخد باله منها، ولازم يبقى عارف انه انتوا اللي عملتوا دي، لان الموضوع له علاقة كبيرة اكتر بحتة السوك والانسيدنت هاندلنج، يعني خلفية البلو تيمينج، لكن هيجي لها شرحها بعدين. ومش بس الموضوع مقتصر بفكرة البيلودز والبرامج اللي احنا بنرفعها على السيرفر، ده كمان الاكاونتس والكريدنشلز وحتى السيستم موديفيكيشن. يعني ايه؟ بعد ما بنخترق جهاز معين احيانا ممكن ننشئ اكاونت وبنتست من على الاكاونت ده، او نغير في بعض اعدادات السيرفر بحيث ان هي تلائم او تناسب الاكسبلويتس بتاعتنا. فلو انت عملت اي تغيير من دول ومعرفتش ترجع عنه فلازم برضو تبلغ الكلاينت تقول له ايه الاي بي او الهوست اللي حصل عليه التغيير او التعديل اللي انت عملته، التوقيت بالظبط عشان يسهل عليه الامر، ايه اللي انت غيرته، مكان التغيير على الهوست، اسم الابليكيشن او السيرفيس اللي انت غيرتها، واخيرا اسم الاكونت او الباسورد اللي انت غيرته. وطبعا انت اصلا قبل ما تعمل حاجه زي كده كان لازم تبقى واخد موافقه من الكلاينت انه مسموح لك تعمل تعديلات بالشكل ده بحيث ان هي تضمن حقك وفي نفس الوقت تديك حريه في التعامل. طيب وانا بقى باخد ملاحظاتي وباخد سكرين شوتس، في حاجات مهمه لازم تاخد بالك منها. زي انه مثلا وانت بتاخد سكرين شوت لازم تعلم على المكان المهم في السكرين شوت دي، تحدده بمربع احمر يفضل او سهم بيشاور على الشيء المهم في السكرين شوت، ويا ريت تحط عليها اطار من بره بحيث انه يعزلها عن الخلفيه البيضاء بتاعه الريبورت نفسه. ويا ريت السكرين شوت تتاخد على الشيء اللي انت عايز تعرضه، ما تاخدش سكرين شوت للشاشه كلها، يا ريت يبقى بس على الجزئيه اللي انا حابب اعرضها. ولو انا باخد سكرين شوت من متصفح فيا ريت اعرض برضو اليو ار ال في السكرين شوت دي. هو بيبقى احيانا في الريبورت بتاعي يفضل احط الاوتبوت بتاع التيرمينال نفسها، يعني مثلا انا استخدمت تول والتول دي طلعت لي اوتبوت والاوتبوت ده انا محتاج اعرضه عندي في التقرير، فيفضل ما اخدش ليه سكرين شوت واحطه زي ما هو في هيئه الفورمات بتاعته. لكن في احيان كتير معظم الوقت الطريقه دي مش بتظبط وتلاقي الاوتبوت ده لخبط في التقرير معاك وما بقاش شكله لطيف بصراحه. فالافضل في الحاله دي لا اخد سكرين شوت يستحسن مع الموضوع ده، لان التيرمينال اوتبوت بيبقى سهل ان انا اعدل عليه طبعا بشكل يعني
ليجل. المقصود ان انا اعدل عليه ازاي، مش ان انا ازور في الاوتبوت، لا، ان انا مثلا طلع لي باسورد وانا عايز اخفي الباسورد دي، فسهل ان انا اخفيها. او جزء طويل من الاوتبوت من الكود انا مش مهتم بيه، فاعمل له زي ايه، سناب، او ان انا اقطع الحته دي كلها، وهو العميل هيبقى عارف ان الجزئيه دي مش مهمه، وكمل بقيه الاوتبوت بتاعي. ده غير ان التكست اوتبوت ده بيسمح للكلاينت ان هو ياخد منه حاجات كوبي بيست، انما السكرين شوت مش هيعرف. فلو حب يجرب نفس الامر مثلا، او ياخد جزء من الاوتبوت يتست عليه، التيرمينال اوتبوت طبعا بيبقى اسهل بكتير بالنسبه له. واتاكد طبعا ان الاوتبوت اللي انا حاطه ده ما يبقاش فيه اي امبيدد فورمات، يعني الفورمات بتاعته ما يبقاش فيها زي ايكون او متغير في السترنج بتاعها، بحيث انه في بعض المرات تيجي تاخد كده زي نص او بيلود من الانترنت وتيجي تجربه تلاقيه ما اشتغلش معاك. ليه؟ لان الدبل كوتيشن معمول لها امبيدد او شكلها متغير بمعنى اصح، او الداشز احيانا بتلاقيها متغيره، فتضطر انك تاخد البيلود ده وكل شويه تعدل عليه. فتاكد ان هو الرو اوتبوت مش UTF-8 فورمات او اي فورمات تانية. طيب اخدت سكرين شوت مثلا انا هنا في الحاله دي وحبيت اخفي جزء منها، زي ما قلت لك ان الرو اوتبوت ما ينفعش معاك، فبلاش تعملها لي بلوره. حلو، لان عمليه البيكسليشن او البلورنج بمعنى صح سهل يتعمل لها ريكفري بعدين. يعني في ادوات كتيره لو انت بلورت على صوره ممكن ترجع لك الاوريجينال بتاعتها، لكن يستحسن ان انت تحط كده زي مربع سوليد او مستطيل على الحاجه اللي انت عايز تخفيها عشان تتاكد ان هي مش هيحصل لها ريكفري بعدين. ولو انت مثلا حطيت اوتبوت بتاع تول او الامر نفسه اللي استخدمته والامر ده كان فيه باسورد، بلاش تحطها زي ما هي في التقرير. يستحسن لو باسورد او هاش يعني تحذف اللي في النص كله وتسيب مثلا اول 3 حروف واخر 3 حروف مثلا من الباسورد دي، وفي النص تقول لهم ان انا شلت الحته الباسورد دي او اللي هي باسورد ريديكيتد. ولو انت عندك البيلود طويل يستحسن تستخدم فورمات كولرنج فورمات، بحيث ان هو الاشياء المهمه فيه تبان والحاجات الغير مهمه تبقى مثلا بلون واحد. ودي بعض الحاجات اللي انت يا ريت ما تعملهاش، زي انه لما نيجي نبدا نعمل بين تيستنج الكلاينت بيديك ثقه كامله على كل الاسيتس اللي هو مديها لك، فلو دخلت النتورك ما تعملش اي ضرر او اي مشاكل. انت عارف ان السكان او البيلود ده هيسبب مشكله، بلاش منه، او تنفورم العميل قبلها عشان ما اثرش على الافيلابيلتي بتاعت السيرفرز، وما عدلش على اي باسورد او اي اعدادات عشان برضه حافظ على الانتجريتي، الا لو معاه طبعا تصريح بحاجه زي كده. ولو دخلت مثلا على حاجه زي نتورك شير ولقيت عليه فايلز حساسه خاصه بالعميل، يا ريت ما تفتحهاش وتاخد له سكرين شوتس منها ان انت وصلت لها من بره، بس تقدر تاخد سكرين شوت وده هيبقى كافي ليه وليك، مش علشان اخلاقيات المهنه ولا كده، لا، انت حتى لو اخدت سكرين شوتس للداتا دي او لقيت اكسل شيت فيه فايلز خاصه بالمواطنين وحملته عندك، ده اصلا مخالف لريجيليشنز العميل بيتبعها وانتوا بتتبعوها، قوانين صارمه غصب عنك زي الGDPR، مش بس علشان حته ان انت تحافظ ما بينك وما بينه على الشغل واخلاقياته. طبعا التقارير وانواعها كتير، لكن انا في الحلقه دي هنركز اكتر على البين تيستنج ريبورت بالشكل التقليدي اللي احنا عارفينه، ونبقى نتكلم على انواع التقارير دي في حلقه مفصله خاصه بيها. احنا كده يعتبر انتهينا من الجزء الاول، وهو فكره الدوكيومنتيشن، او ان انا اخد النوتس والملاحظات طول ما انا شغال، ايه الحاجات اللي اعملها وايه الحاجات اللي مش هعملها. هنيجي بقى على الجزء الثاني وهو ازاي اكتب الريبورت، وده هو الفاينل برودكت اللي العميل بيستلمه في الاخر وبيطلع عليه، فازاي اكتب التقرير. حلو لحد هنا كده، ممكن نوقف التصوير كده. كنت تاني مرة صورت ونسيت اضغط على زرار التصوير، فاللي هو لك ان تتخيل بقى. المهم هنتكلم عن مكونات كتابة التقرير ده. زي ما اتفقنا التقرير هو اهم حاجة الكلاينت بيستلمها منك، وهي دي اللي دافع مقابلها فلوس علشان ياخد منك خدمة البين تيستنج. فالتقرير هو افضل فرصة نعرض فيها شغلنا للعميل ونثبت فيه كفاءتنا. والافضل طبعا بشكل عام انه يبقى التقرير خالي من التشتت او المعلومات الزيادة اللي ملهاش لازمة. يعني ما ينفعش مثلا اجيب اوتبوت 50 صفحة او 50 سطر واحطهم له في قلب الريبورت، هو مش مهتم بالحاجات دي كلها. انا عايز اركز له على الحاجات الاساسية اللي يقدر يطلع بيها بافضل جودة ممكنة، يفهم بيها المشاكل اللي عنده وازاي يصلحها. فاول حاجة لازم تركز عليها في كتابة التقرير هي الاولويات.
احنا كتسترز ملزمين ان احنا نتكلم ونكتب عن كل الثغرات اللي لقيناها، سواء ثغرات خطيرة او ضعيفة، لكن لازم تحدد الاولويات في كتابة التقرير. يعني حط الثغرات الكريتيكال في الاول، حاجات مثلا زي ريموت كود اكزيكيوشن، كوماند انجكشن، او حتى سيكوال انجكشن. الحاجات دي تترص في الاول لانها طبعا كريتيكال. وده مش معناها ان اهمل الثغرات الضعيفة او الميديم، لا، بس لازم ارتب اولوياتي. ما ينفعش مثلا احط له في الاول حاجات فالس بوزيتيف، او انا فشلت ان انا اعمل لها اكسبلويتيشن فيتشتت بالشكل ده. لان في بعض الناس يعني مبتدئين في حته البين تيستنج ممكن يضيع يوم كامل انه بيحاول يصلح بي او سي او بروف اوف كونسبت على ثغره هو مش متاكد اصلا هل هتشتغل ولا لا. وهنا بيرجع دور انك حتى ممكن تسال التيم اللي انت شغال معاهم وتشاركهم، يا جماعه انا لقيت دي بحاول اصلحها ما ظبطتش، تنصحوني بايه؟ وهكذا. بالنسبه لي افضل طريقه لكتابه الريبورت في هيئه ام دي فورمات. الام دي فورمات سهل تشكل التقرير باللي انت عايزه، تحط صور، نصوص، روابط، اجزاء من كود، اوتبوت لتول معينه، تلون السطور، تعمل لها فورماتنج باي شكل تختاره. ده غير انه بيسهل عليك موضوع الاندكسنج، انه مثلا في اول صفحه اضغط على مثلا زرار الفايندنج يوديني الصفحه رقم وليكن 40 في الريبورت اللي بتتكلم فيها عن الفايندنج، فيبقى مرتب ومهيكل بشكل كويس. وافضل الادوات اللي بستخدمها في الموضوع ده عندك اوبسيديان، وبرضو احيانا بستخدم فيجوال ستوديو مع بعض البلجنز اللي بتساعدني فيه. خلاص عملنا الاندكسنج بتاعنا، اخش على اول جزء عندي في التقرير. انا ببدا بالاتاك تشين، اللي هي بكل بساطه يا جماعه انا بدات من النقطه الفلانيه وقدرت اوصل لهنا ثم هنا ثم هنا، وفي الاخير قدرت اوصل للدومين ادمن اكونت بتاعكم، او على حسب السيناريو اللي انت كنت شغال فيه. فابدا اعرض ملخص للي انا كنت فين وقدرت اوصل لفين، وهل حققت الاوبجيكتيف بتاع البين تيستنج المطلوب مني ولا لا. لانه بعد كده هنشرح الحاجات دي بالتفصيل الممل، سكرين شوتس، اوتبوت لتولز، والاوامر الخاصه بيهم. بعد ما خلصت من الاتاك تشين بتاعتي وانا قدرت اوصل لايه، بخش تقريبا على واحده من اهم الاجزاء في التقرير بتاعنا، وهي الاكزيكيوتيف سامري. زي ما قلنا قبل كده، العميل بيدفع فلوس علشان تقرير البين تيستنج ده، وده مش غرضه بس انه يصلح الثغرات والمشاكل اللي عندهم، ده في اشخاص كتير هيشوفوا التقرير ده، زي مثلا عندك الانترنال اوديت ديبارتمنت، الاي تي ديبارتمنت، المديرين التنفيذيين، وحتى مجلس الاداره بتاع الكلاينت. والتقرير ده ممكن يثبت هل ميزانيه السايبر سيكيورتي اللي صرفناها السنه اللي فاتت اتت بثمارها، ولا واضح ان احنا ممكن نزودها نقللها، نشوف فين المشاكل ونقاط الضعف بالضبط. فعشان كده لازم الاكزيكيوتيف سامري ده يبقى سهل الفهم وسلس. وخد بالك ان الجمهور المستهدف في حته الاكزيكيوتيف سامري مش ناس تكنيكال، ده غالبا بيبقى الشخص اللي هيحدد ميزانيه السايبر سيكيورتي بتاع الفتره الجايه. وفي بعض التيمز بتحتاج الجزء ده يبقى واضح وكويس جدا، بحيث انه تضغط فيه على مجلس الاداره انه يصرف لهم ميزانيات سايبر سيكيورتي ازيد او اللي محتاجينه. فلازم نساعدهم في الموضوع ده، ولازم تكتبه بشكل كويس. اعرف ازاي انا كتبته بشكل صح ولا لا؟ هات اي حد من اصحابك او اهلك شخص غير تقني تماما وخليه يقرا الجزء ده. لو في مصطلحات ما فهمهاش يبقى انت عندك مشكله. لو قالك ايه هو الجولدن تيكت او ايه هو كيربروس وايه المشكله اللي انت بتقول ان في مشكله فيه، يبقى انت مستخدم مصطلحات تكنيكال كتير والمفروض تقللها وتعيد صياغه التقرير ده من تاني او الجزئيه دي. افترض ان الشخص اللي هيقرا الجزئيه دي واحد عمره ما شافش اصلا بين تيستنج ريبورت قبل كده، والناس دي في الاغلب بيبقى انتباهها قليل، فانت if you lost it صعب ترجعه مره تانية. ومحدش هيبقى حابب انه يلاقي مصطلح مش مفهوم يروح يدور عليه في جوجل. لازم كل حاجه تبقى واضحه. لما تيجي تتكلم على احصائيات او ارقام خليك دقيق، خليك دقيق. بلاش كلمات غامضه اللي هو تقريب، لا، قول ارقام واضحه، وخليك مختصر في الجزئيه دي. لو طولت عن صفحتين يبقى انت في الاغلب كاتب كلام زياده ولازم تشيله. وللمره الاخيره بلاش مصطلحات تكنيكال. ما تقولش مثلا في الجزئيه دي انا قدرت اوصل للدومين ادمن اكونت بتاعكم، مش هيفهم ايه هو الدومين ادمن ده اصلا. قول له بشكل تاني انا قدرت اوصل لكل القطاعات البنكيه بتاعتكم، بقى عندي صلاحيه الدخول عليها،
وانظمه حسابات الموظفين والاتش ار، يعني هتهاله بالشكل ده. ولو عندك خلفيه في حته الانترنال بوليسيز والدنيا دي بتبقى ماشيه ازاي، ممكن توضح في الاكزيكيوتيف سامري ده حجم المجهود اللي المفروض يتبذل عشان يصلحوا مشاكل التقرير ده. هل هو حاجات بسيطه، حاجات متوسطه، حاجات لا محتاجه مجهود كبير يعني. لانه ممكن ياخدوا التقرير ده ويروحوا لبتوع الاي تي ويضغطوا عليهم جامد في الشغل عشان يصلحوا الثغرات دي. فانت لازم توضح الحاجات اللي انت لقيتها دي تحتاج تغييرات جذريه في نفس اليوم، ولا ممكن يصطبر عليها وتاخد وقتك في تصليحها، بحيث انه يبقى عندهم فتره يعملوا فيها تيست ويشوفوا المشاكل صلحت ولا لا، وياخدوا ويدوا معاك. وبلاش برضو توصي بشركات معينه بالاسم، لان ده تقرير تقني مش ادفرتايزمنت. ما ينفعش اقول لهم مثلا والله انا برشح البرودكت الفلاني من ترند ماكرو عشان يصلح لكم المشكله دي. ممكن تذكر تقنيات عامه او تكنولوجيز زي فاير وول، اي دي ار، اي بي اس يعني، بس ما تذكرش براند بعينه الا لو هو طلب توصيات. بلاش تستخدم اختصارات مش مفهومه زي اف تي بي واس اس اتش. خليك في الحاجات العامه ممكن يفهموها، زي مثلا كلمه اي بي، في بي ان. الحاجات دي من المرجح ان الناس كلها عارفاها يعني. وما تستخدمش كلمات معقده. انت هنا مش عايز تبان ان انت قاموس ماشي وراجل بتاع بين تيستنج مفيش منه اتنين. خلي كلمات بسيطه وسهله. مش معنى انك تحط كلمات معقده وانترنال مش عارف بوينتر مش هتبان ان انت جامد بالشكل ده. فانت تلخص كل الحاجات التكنيكال بطريقه غير تكنيكال في الجزئيه دي. طب اعملها ازاي؟ هتحط على اليمين عندك كده كل الفايندنجز اللي انت لقيتها بره التقرير طبعا، وابدا ارصها بشكل سيناريو او قصه. يعني مثلا لو انا لقيت معظم المشاكل او الفايندنجز الثغرات اللي انا لقيتها حاجات ملهاش علاقه بحته الباتش مانجمنت، او انهم عندهم اصدارات قديمه مثلا وانا لقيت ثغرات في الاصدارات دي، فابدا اقول له في الجزئيه دي والله ان معظم المشاكل اللي لقيناها ما كانتش مرتبطه بالحته الباتش مانجمنت ابدا. فهيفهموا ان الميزانيه اللي صرفوها على حته الباتش مانجمنت عندهم في المؤسسه، والجماعه بتوع السيستم ادمنز شغالين الله ينور وامورهم كلها تمام، فياخدوا حتى تحفيز في الجزئيه دي. لكن ممكن اوضح له معظم المشاكل اللي لقيناها كانت في حته الكونفيجريشن مانجمنت، ان هو مثلا لما يجي يحطوا فاير وول بيسيبوه باعداداته زي ما هي، فيبدا يعدل على البوليسي بتاعه الاي تي انه يا جماعه لما تيجي تحطوا اي سيستم جديد لازم تغيروا الكونفيجريشن بتاعته، فيبقى هو عارف ايه المطلوب منه ينفذه. بعد جزئيه الاكزيكيوتيف سامري دي انا بحط سامري اوف ريميديشن، او اللي هو ايه ملخص الاصلاحات بقى، قبل ما اخش في جزئيه الفايندنجز نفسها. ودي بحط فيها توصيات شورت تيرم وميد تيرم ولونج تيرم. توصيات قصيره المدى ومتوسطه وطويله. ايه الاصلاحات اللي ممكن يعملوها في يوم او في شهر او على مدار السنين الجايه كلها، بحيث ان هي تمنع المشاكل اللي احنا لقيناها في الفايندنجز دي. بس خد بالك ان انت قبل ما ترص اي كلام هنا لازم تبقى عندك خبره وتفهم طبيعه شغل العميل او الكلاينت ده عامله ازاي، ميزانيه السايبر سيكيورتي عنده هل هي ليميتد ولا مفتوحه، وعدد الموظفين اللي عنده، وعوامل تانية كتير، عشان ما ينفعش احط له توصيات هو ما يقدرش ينفذها في ارض الواقع. ولو انت كسلت انك تحط الجزئيه دي ففي الاغلب اتوقع ان العميل هيرجع لك ويقول لك طيب قول لي ايه اللي انت بترجحه ابدا بيه واعمله ازاي. فانت ابعد عن ده كله وحطه له من الاول، لانه مثلا لو لقيت عباره عن 20 ثغره كريتيكال هو هيبدا يسالك رتبهم لي من حيث الاولويه، مين فيهم اللي ضروري اصلحها دلوقتي عشان ابدا اخد اكشن عليها. لان ما تتوقعش ان هم يصلحوا 20 كريتيكال باج في نفس اليوم او 20 ثغره في نفس اليوم اللي انت سلمت فيه التقرير. يعني الناس دي برضو عندها شغل تاني واشتغلوا عليه بالتوازي مع التقرير. فخليك متوقع سؤال ايه اهم حاجه في الثغرات دي كلها، وما ينفعش تقول له كل حاجه مهمه. لو كل حاجه مهمه يبقى ما فيش حاجه مهمه بصراحه. وما ينفعش التوصيات اللي انا كاتبها تبقى ملهاش علاقه بالفايندنجز. ما ينفعش اقول له مثلا امشي على البيست براكتسز بتاعت مثلا السيرفرز الفلانيه. ما ينفعش الكلام ده. لازم ابقى محدد له دي توصيتها كذا وطريقه اصلاحها عن طريق الحاجه الفلانيه، وادي له اكتر من اوبشن يصلح بيها زي ما قلت لك لونج وشورت تيرم وميد تيرم. يعني على سبيل المثال لو انا لما باجي اعمل سكان بلاقي ان اصدارات البرامج اللي عنده معظمها بيبقى قديم، فواضح ان الكلاينت عنده مشكله في حته الباتش مانجمنت، فابدا اقول له الحل الشورت تيرم بسرعه اعمل ابديتس او اعمل باتشز للبرامج دي. اللونج تيرم راجع الباتش مانجمنت
بروسيس عندك لو مش موجودة اعملها، ولو معمولة اشتغل عليها وطورها، وهات لك او تبنى vulnerability scanning program بحيث انه كل شوية تعمل لك سكان بشكل دوري وتشوف هل الباتشز دي اتطبقت ولا لا. صوتي راح. او لو عنده مثلا موقع والموقع ده فيه ثغرة، فالحل قصير المدى اعمل الفيكس ده على الجزء ده في الكود هيصلح لك المشكلة. الحل طويل المدى اشتغل على ال SDLC بحيث انه البرنامج بتاعك او السوفت وير بتاعك يبقى خالي من الثغرات قبل ما يطلع اصلا للبرودكشن، ومختلف طبعا الريميديشن على حسب خبرتك. نيجي بقى على جزئية الفايندنج. اخيرا دي اللي هتحط فيها الثغرات اللي انت لقيتها. فتعال نشوف ازاي نكتب الفايندنجز، لان دي خد بالك هي دي بقى اللي انت هتعرض شغلك الصح وتعرض على التكنيكال تيم ويبدا يشوف الثغرات والمشاكل دي بالتفصيل، وكمان يبقى عنده القادريه انهم ياخدوا كوبي بيست كده من الاوامر اللي انت حطيتها ويطلعوا نفس الاوتبوت والثغرات اللي انت وصلت ليها، وكمان توصيات ازاي اصلح كل واحده منهم. هنا الموضوع هيبقى اشبه بقى شويه بفكره السي تي اف رايت ابس. ان انت في السي تي اف رايت ابس بيبتدي اوكي انا دورت في الحته الفلانيه، استخدمت الامر الفلاني، طلع لي الاوتبوت ده، ويبدا يعلم لك بقى على الحاجات المهمه ويكمل بعدها. فهي اشبه شويه بحته السي تي اف رايت ابس لو انت كتبت سي تي اف رايت ابس قبل كده او حتى جربت ان انت تقراهم، بحيث اللي هيقرا التقرير من الفريق التقني ده يعرف يجرب نفس الثغره تاني وتشتغل معاه ويصلحها بناء على توصياتك. وبعد ما يصلحها يتصلوا بيك يقولوا لك في حاجه اسمها بوست ريميديشن اسسمنت، واللي هو بعد ما يصلحوا الثغره يطلبوا منك يتاكدوا هل لسه موجوده ولا لا من ناحيتك انت كمان. طيب ايه الحد الادنى من المعلومات اللي لازم احطها على كل فايند او كل ثغره موجوده عندي؟ اول حاجه وصف الثغره ايه هي بالظبط واسمها وشرحها، المنصه اللي اشتغلت عليها الثغره دي، ويندوز لينكس ماك، والانظمه والشبكات والاجهزه المتاثره بالثغره دي، ولكن مثلا حاجه زي بافر اوفر فلو في سوفت وير معين وانت لقيت السوفت وير ده على اكتر من سيرفر. ايه التاثيرات اللي تحصل لو الثغره دي ما صلحتش، وايه التوصيات لاصلاح الثغره دي بدون ما تذكر فيندور معين زي ما قلت قبل كده، وتحط لهم روابط لمصادر ومراجع يقدروا يقرأوا منها اكتر عن الثغره دي من مصادر لازم تبقى موثوقه، حاجات زي نست، مايتر اتاك، او حتى مثلا واسب لو بنتكلم على ويب او حاجات من الاشكال دي. واخيرا واهم حاجه الخطوات اللي لو حد عاوز يجرب نفس الثغره بنفسه وتطلع له نفس الاوتبوت. ممكن تضيف برضو احيانا حاجات زي السي في اي لو الثغره دي ليها سي في اي، ولو هي باج مثلا حاجات زي سيكوال انجكشن تديله ريفرنس لواسب، ايه الاي دي بتاعها، نوع الثغره بالظبط، درجه خطورتها اللي هو السي في اس اس اللي هو الكومن فولنربيلتي سكانينج سيستم، كومن فولنربيلتي سكورينج سيستم سكانينج، وسهوله استغلالها وحمايتها لان في بعض الاكسبلويتس محتاجه تنين عشان يشغلها مره تانية يعني، واي بيانات اضافيه تساعد في فهم او منع الهجوم من الثغره دي. طيب نبدا باهم حاجه، ازاي اكتب خطوات بتاعه اكتشاف الثغره لو حد عايز يجربها بنفسه. طيب اول حاجه مش عايزك تفترض ان الشخص اللي هيقرا التقرير ده يبقى عنده خبره قويه في البين تيستنج. فانا عارف ان هو شخص تقني بس مش بالضروره يبقى فاهم التولز والاعدادات بتاعتها اللي انت بتستخدمها، فلازم كل حاجه تبقى واضحه. هتفصل كل خطوه في صوره او فيجر لوحدها، ولو في سيتنجز بتعملها في تول قبل ما تعمل الاتاك لازم توري له صور ليها. حاجات مثلا زي الميتا سبلويت لازم تخش الاول وتظبط اعدادات البيلود والبورت والاي بي، لازم توري له الخطوات دي. ما ينفعش تديله اسم الموديول على طول وتقول له رن، ما فيش الكلام ده. وكل صوره يبقى عليها كابشن او شرح الصوره دي فيها ايه بالظبط، ما تحطش سكرين شوتس تحت بعضها يعني ويستنتج هو اللي بيحصل. ويفضل تذكر ادوات تانية تقدر تعمل نفس الاكسبلويت بس من غير ما تشرح له على الادوات التانية، يعني هي كفايه مره واحده بس تشرح فيها. واعرض البيلودز بتاعتك بطريقه قابله للفهم والاستخدام. يعني مثلا لو استخدمت كود اكس اس اس ما تحطوش ليه كسكرين شوت، زي ما قلت لك قبل كده تحطه كاوتبوت تيرمينال بحيث ان هو يقدر ياخده كوبي بيست. وخلي كل ثغره ليها دليل واضح عشان ما يرجعوش يسالوك عليها بعدين. يعني مثلا لو لقيت ان عندهم بروتوكول بيبعت الباسورد كلين تكست، تشغل الواير شارك
وتبعت الريكوست وتوريه ان هو ظهر كلين تكست في الواير شارك او النتورك كابتشر تول اللي انت بتستخدمها. ولو هتعرض له سكرين شوت من المتصفح يا ريت تخفي البوك ماركس بتاعتك واللي انت والبلاجنز والحاجات الاضافيه اللي ملهاش لازمه، او حتى تستخدم متصفح خاص بفكره ريبورتنج بس. وانا بستخدم اعتقد عندي فايرفوكس عامله مخصوص للحته دي. وزي ما قلت لك اي باسورد هتطلع لك وانت شغال يا ريت تخفيها، علشان زي ما قلنا التقرير ده هيتعرض على ناس كتير جدا داخل المؤسسه، وهو كده كده لما يجرب بايده هيطلع له الهاش. نيجي بقى على حته اصلاح الثغره او توصيات اصلاح الثغره تحت كل ثغره خاصه بيها. ما ينفعش مثلا اقول له عندي مشكله في حته الانبوت سانيتايزيشن، او انه الانبوت مش بيحصل له فلترنج او فلتره بشكل معين، اقول له استخدم فلاتر في الانبوتس بتاعتك. ما ينفعش، لازم اقول له ان الجزء ده من الكود فيه المشكله الفلانيه وتوصيات اصلاحها بتبقى عن طريق مثلا الفانكشن الفلانيه، او ممكن استخدم بديل 1 2 3. لازم ابقى ديتيل ده قوي في الوصف بتاعي. هو مش هيزعل من الديتيلز في الحته دي، لانه مش بالضروره يبقى عنده نفس الخبره اللي عندك في الويندوز او اللينكس، فتقول له مثلا روح على المكان الفلاني عدل السطر الفلاني. لازم يبقى في تفاعل بينك وبينه في شرح الثغره واصلاحها، لان ممكن لو بخلت عنه في المعلومات دي يضيع ساعات بيحاول يبحث على معلومات اضافيه عنها. فما تبخلش عنه بمعلومه، انت نفسك هتتعلم اكتر، ووقت مراجعه التقرير مع العميل هتبقى جاهز وقدامك كل حاجه في التقرير. فحتى انت لو نسيت حاجه انت كاتب الوصف والشرح قدامك، فهتسهل عليك حاجات تانية كتير، وهيبين الكلاينت ان انت شخص مهتم وبتجيب اخرك زي ما بيقولوا في الشغل. وده هيزود فرص انه يتعامل معاك مره تانية، لان البين تيستنج ما بيبقاش مره واحده في العمر زي ما اتفقنا. وما ينفعش اروح اقول له مثلا روح اشتري البرودكت الفلاني واللي هو غالي جدا طبعا عشان يصلح لك الثغره دي مش من اخلاقيات المهنه بصراحه. فما تعتمدش ان هو هيبقى عنده نفس السوليوشن اللي بيصلح المشكله دي زي كل الكلاينتس التانيين اللي انت اتعاملت معاهم. والروابط اللي هتسيبها له عشان يقرا اكتر عن المعلومه دي يفضل تبقى مختصره، بلاش احط له روابط كتيره وقصص وروايات وحوارات زي دي. واللي يستحسن كمان بصراحه يعني دي حاجه هتقدروا قيمتها بعدين، لو تعمل انت بلوج او منتدى خاص بيك او موقع ليك يعني، وتبقى التوصيات والشرح تحط رابط بتاعتك انت، فساعتها هتبقى تفهم حاجه ماركتنج وحاجه كول ليك بصراحه يعني. حتى انت هتقدر تعدلها بالشكل اللي انت شايفه مناسب للكلاينت، عكس ما تديله بيبر خارجيه ممكن يبقى فيها كلام زياده او كلام اقل. معظم الناس بتستخدم شكل الجدول ده بنفس النمط كده بالظبط علشان يشرحوا فيه تفاصيل كل الفايندنج. يعني كل لما الاقي بج احطها له بالشكل ده، السي في اي، سكور الثغره، وصف الثغره، السكيورتي امباكت بتاعها، والسيرفرز الافكتد، الريميديشن، واخيرا الاكسترنال ريفرنس. وبلاش تهمل في الحته دي. يعني انا عارف ان انت كتبت الفايندنج بشكل رائع وحطيت كل التفاصيل، ما تجيش هنا بقى وتحط له كلام مختصر ومش مفيد. لازم يبقى كلام تقيل وبيوصف الثغره صح. السي في اي نمبر احطه زي ما هو واحط الرقم الصح، لان في ثغرات كتيره بتتشابه في الاسماء والسي في اي نمبرز بتاعتها، بتلاقي حاجه مقاربه. يعني حاجه مثلا زي لوج 4 جي ممكن تلاقي لها حوالي 5 أو 6 سي في ايز. يعني لازم تحدد بالظبط اللي انت فيها، لان كل واحده ليها طبعا عالم مختلف. يعني لان لو انا بقرا التقرير كل اللي هفهمه ان اللي قدامي ده عباره عن مشكله لونها احمر، غير كده ما اعرفش احلها ازاي ولا يعني ايه عنها اي حاجه. فلازم تبقى مرتبه صح. وزي ما قلت لك كتابه التقرير بتبتدي من اول يوم، مش بتبتدي في اخر يوم خالص. يعني عشان تبقى مرتبه وماشيه ببروسيس صح هتبدا تاخد ملاحظاتك من اول يوم. يعني هديك مثلا ممكن وانت بتعمل سكان على نتورك كبيره السكان ده ياخد وقت. عما السكان ده يخلص اصلا انت لسه بتبتدي، ممكن بقى تبدا بقى ترص في التقرير بتاعك تحط السكوب، اسم الكلاينت، اسم الناس اللي شغال على المشروع، الحاجات اللي انا ذكرتها في الاول دي. ولما السكان يخلص تبدا ترص زي ما انت اتشرح لك قبل كده. في النهايه بقى ابدا احط الابندكس بتاعتي او الملحقات، زي انه مثلا انا بالنسبه لي لو في سكرين شوتس مش ضروريه بس يعني ممكن الحقها في التقرير بتاعي بحطها في المكان ده. لو في اكواد او روابط او افكار عايز اتكلم عليها بحطها في المكان ده. لكن لو حسيت ان الابندكس هتطول مني وما ينفعش احطها في التقرير الاساسي، فانا ممكن اعمل لها فايل لوحدها خالص اسميه ابندكس او ملحقات واحط فيه كل الكلام اللي انا عايزه، فيبقى عارف ان ده شيء ثانوي بجانب التقرير الاساسي. واخيرا لازم تعمل لك تمبلتس او قوالب تشتغل عليها، عشان مش كل مره تنشئ
الفايلز والفولدر والاستراكشر دي من الصفر. لازم يبقى عندك زي استراكشر كده جاهزه. زي ما قلت لك صحيح هي ما بتشتغلش على كل السيناريوهات، بس على الاقل السيناريوهات المشابهه يبقى عندي قوالب ليها. ولكن مثلا الاسبوع ده هشتغل على بروجكت تقريبا هو نفس الاسبوع الجاي، فيبقى عندي قالب اغير فيه بس اسم الكلاينت والرصه بتاعتي الجميله واستخدمه برضو للاسبوع اللي بعده. وتاكد انه يكون فاضي علشان ما تحطش اسم كلاينت هنا وتبعته لتقرير الشركه اللي بعدها في الاسبوع اللي بعده. فيبقى عندك قوالب فاضيه تماما هي جاهزه بس لرص البيانات فيها. وتبدا بقى تظبط الفونت ستايل اللي انت هتستخدمه. ما تاخدش حاجه يعني طبعا صعبه الفهم. ابدا ظبط بحيث ان الريبورت بتاعك يبقى فيه البيج نمبر او ارقام الصفحات اوتوماتيك تترص كل ما تزود صفحه جديده، كل ما رقم الصفحه تحت يتضاف. موضوع الصور برضو يعني يستحسن ان انت تحطه في فايل خارجي تعمله كده اسمه اسيتس، تحط الصور كلها السكرين شوتس تحطها فيه وتعملها زي كولينج من الام دي فايل او اللي هو الفايل الفورمات اللي احنا شغالين عليها. لو في مصطلحات مثلا يعني بتغلط فيها احيانا في كتابتها وده عادي طبيعي، يعني كذا مرة احط 2 اس زيادة في كلمة ولا انسى حرف الاي، يعني بيحصل ميس تايبنج كتير. فممكن يبقى عندك ديكشنري كده بالكلمات اللي انت يعني بتغلط فيها احيانا على جنب، بحيث انك تاخدها كوبي بيست وتبقى قدامك على طول. يعني لان معلش في الاول والاخر مش عايزين نكتب تقرير فيه اخطاء املائيه، فمش هيبقى شكله لطيف يعني. وتبدا بقى تتعلم الاختصارات بتاعه كتابه التقرير ده بحيث ان هو بالنسبه لك في الاخر ما تبقاش يعني حاجه ممله. وانا بفكر بصراحه ان احنا نعمل حلقه تانية خالص يعني خارج فكره الاو اس سي بي تماما عن فكره الريبورتنج، ونمسك زي ماشين وابدا بقى انظم الحاجات دي قدامكم يعني بشكل عملي اكتر. ونبدا نشرح لكم برضو بعض التيبس والتريكس يعني اضافيه كده في حلقات خاصه ان شاء الله. فخد بالك يعني في الاول والاخر انك بعد ما تخلص التقرير وتبعته للعميل بيبقى في ميتنج تاني يعني بعدها في الاغلب باسبوع، بعد ما ياخد وقت ويبص على التقرير ويشوف المشاكل اللي فيه هترجعوا تتكلموا تاني. يعني هو ما بيبقاش عباره عن ملف بترميه وخلاص على كده، لا بيبقى في مراجعه اكتر من مره كمان يعني بعد موضوع التسليم الاولي للتقرير. ولازم حتى انت كمان تتعلم من الميتينجز دي، يعني عشان لو في اسئله كتير بتتكرر يبقى تصلح من طريقه كتابتك في التقارير بعدين يعني ان شاء الله. فخلاصة الموضوع يا اصدقائي، التقرير مش مجرد ورقه بتبعتها للكلاينت، دي نتيجه تعبك ومجهودك التقني وتعلمك خلال السنوات دي كلها. زي ما كنت بتجري وتتعلم ازاي تطلع الثغرات والسيكوال انجكشن وكنترول نتورك كامله، حط نفس الحماس ده والتعلم والشغف ده في كتابة التقرير بتاعك عشان حتى تبقى يعني فخور بيه قدام الكلاينت وقدام نفسك، يعني لان احنا قلنا ده المنتج النهائي. فشكرا جزيلا واتمنى الحلقة دي فعلا تكون افادتكم انها فعلا مهمة يعني. وبكده نكون انتهينا من كورس ال OSCP الاصدار الجديد. فشكرا جدا ليكم وبس نشوفكم ان شاء الله كده في كورسات تانية بعد ما انهينا ال OSCP دي، ونعمل بقى حاجات عن الباك باونتي والهانتنج نفضى بقى للمحتوى بقى، فاهمين؟ فبالتوفيق ان شاء الله ومع السلامة.